القدم المصرية. قبل أي حاجة أمين، مبروك للنادي الترجي فوزه على الأهلي ذهابا وعودة، وكتب تاريخ جديد بفضل مجموعة اللاعبين اللي موجودين دول. ولكن احنا المباراة اللي فاتت كان الاستوديو اللي فات مباراة الترجي في تونس، أنا عددت كام سبب يعني ايه اللي وصل النادي الأهلي لكده. منظومة كاملة من الأخطاء إدارية وفنية ولاعبين تحملها إدارة النادي وتحملها المدرب ويتحملها اللاعبين. كل واحد فيهم ليه دور مهم جدا جدا في اللي احنا وصلنا له. أنا مش قادر أصدق الاختلاف بين الشوط الأول وبين الشوط الثاني يا أمين. الاختلاف اللي موجود هو يأكد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه كله على جودة اللاعبين، جودة المدرب، والأخطاء الإدارية في التعاقد مع لاعبين. بعيدا عن الأخطاء الإدارية كابتن، شاهدنا في الشوط الأول 5-6 فرص سانحة للتسجيل، لو تم تسجيلها لكان الكلام مغاير. أيوة، ما هو المهاجم اللي بيسجل من أنصاف الفرص غالي. عشان كده يا أمين انت بيجي لك 10 فرص في المباراه، بلاش 10 فرص في بتجيب كام جول؟ كل ما بتسجل اعلى كل ما قيمتك وسعرك بيزيد. احنا ضيعنا فرص كتير الشوط الاول. الشوط الثاني المدرب دوره ايه بقى؟ في ان هو يحافظ على تفوقك. كابتن سامي قال مدرب الترجي رفع خط الدفاع بتاعه وقدمه بعض الشيء وضغط على دفاع الاهلي. انا كمدرب النادي الاهلي واقف بتفرج على فرقتي، ما فكرش اغير غير بعد الجول ما يدخل فيا. انت دورك ايه؟ هو ده الخطأ الخاص بالمدرب. دوره سيء جدا جدا في إدارة المباراة. أمين أنا ببقى متفوق وراكب الفريق الثاني وأعرف أستغل أدواتي، أعرف إمتى الفريق يبقى تعبان، إمتى الفريق أنزل لعيبة تجدد وتساعد نشاط الفريق أستخدمهم. ده الدور اللاعبين. أنا مش مصدق رد الفعل عند اللعيبة والخذلان اللي حصل الشوط الثاني وتحول. ولكن أما تشوف مستوى اللاعبين دول على مدار الموسم، لا هو ده الحالة الطبيعية بتاعتهم. خروج يليق بيهم ويليق بالمرحله اللي النادي فيها. وفي بعض الاحيان الخروج بيكون كويس عشان ترتب الوضع من اول وجديد. انما هتكسب وهتعدي، جمهورك هيعاني وهتتألم وهتخسر بطولات تانية. فانا اشوف انه يعني خروج يليق بالمنظومه ويليق بالفريق ويليق بالاداره اللي لابد ان هي تصلح الوضع اللي هي حطت النادي فيه. والفريق كما أشرنا مشاهدينا فشل في تحقيق الانتصار للمباراة الخامسة على التوالي. من أجواء الحزن دعونا نتحدث. إن كانت هناك رسائل وجب تمريرها للأهلي لربما العودة أقوى في الموسم المقبل، ما هي كابتن؟ يعني ما فيش. انا بصراحه انا متوقع السيناريو اللي حصل ده امين، لان اللي بنشوفه على مدار الموسم كان بيقول ان في زلزال هيحصل. أداء سيء، نتائج الأهلي في بطولة أفريقيا أول مرة النادي الأهلي يتأهل ب4 تعادلات يا أمين من الدور المجموعات من 6 مباريات. أداء هزيل في خلال المباريات في بطولة الدوري. استقبلنا في خلال 18 مباراة أو 16 مباراة تقريبا استقبلنا أكتر من 15 هدف، ودي مهزله. احنا كنا بنخلص بطوله الدوري ب4-5 اهداف اللي بنستقبلهم طول الموسم، ومباريات اكتر من كده بكتير. فيعني بصراحه خروج ممكن يكون في صالح الفريق. انا ما اتمناش ان النادي الاهلي يخرج من اي بطوله، ولكن الخروج ده ممكن في بعض اللحظات يبقى لصالح الفريق لاعاده الامور مره ثانيه لنصابها. ولكن تيشيرت الاهلي غالي وعزيز علينا، ونتمنى للعيبه تبقى يعني ترجع لصوابها وتحط دماغها تاني على الارض وتتواضع وتعرف قيمه التيشيرت اللي هي لابساه. لان ناس كتير يعني مستنيه منهم الكتير اللي ما بتشوفوش. بصراحه روح سلبيه جدا على النادي الاهلي. اتمنى ان الاداره وكلهم موجودين بتوع كوره، وكابتن خطيب والكابتن سيد والاستاذ ياسين منصور وكل الناس المسؤوله عن الكوره هتتدخل باسرع وقت. وانا متاكد ان الخروج ده ان شاء الله هيبقى في صالح النادي الاهلي الموسم اللي جاي والفتره اللي جايه. تحدثنا كثيرا عن نقص راس الحربه او النجاعه في تسجيل الاهداف. هل الهجوم هو الورش الاول؟ لانه حتى الدفاع ارقام غريبة جدا. في 42 مباراة في جميع المسابقات استقبل الأهلي 44 هدف. أرقام كبيرة تأكد الضعف اللي موجود في الفريق. النادي الأهلي فيه أماكن فيها لعيبة كتير وأماكن تانية ما فيهاش لعيبة. مش ممكن النادي الأهلي في خلال السنين اللي فاتت يا أمين ما عندوش غير محمد هاني ظهير أيمن. مش ممكن النادي الأهلي
بعظمته وبقوته بسيطرته على الكره الافريقيه ما عندوش اداره اختيار لاعبين كمهاجمين ويعمل زي الانديه الكبيره في اوروبا يحط قائمه فيها 4 5 لاعبين، لو ما جبتش ده هجيب ده، لو ما جبتش ده، وما استناش لاخر لحظه. علامات استفهام كتيره جدا في النادي الاهلي. اما تيجي اداره السكاوتنج اللاعبين دي هي برضو بتحدد لما تيجي تمشي لاعب انت الفريق هيتاثر ولا لا. في لعيبه مشيت في النادي وتاثر الفريق بشكل كبير جدا، فدي كلها اخطاء هيتم ان شاء الله تداركها الفتره اللي جايه. دعونا الان مشاهدينا مع ردود الافعال، نستمع لما قاله محمد علي بن حمودة لاعب شباب بلوزداد.